السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جديد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة. ويا رب دايما كده نكون قد الثقة اللي انتوا بتدوها لنا، ودايما يا رب نكون عند حسن ظنكم، وفيديوهاتنا دايما تكون خفيفة على قلوبكم. احب افكر حضراتكم ان احنا بنستنى كل يوم في تعليقاتكم الجميله تكتبوا لنا اسامي وصفات واكلات جديده نقدر نطبقها سوا مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه وتكون في متناول الجميع باذن الله. ما تنسوش برضه ان احنا بنستنى منكم الدعم بالاشتراك في القناه وتفعيل زر لايك عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كده حاجه سهله وبسيطه، حلويات مش هتكلفنا كتير، اقتصاديه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وهنعملها بكوبايتين دقيق بس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. صلى على سيدنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا النهارده عامله ايه. معايا النهارده البسكوت بتاعي، معايا كوبايتين وربع من الدقيق. انا حطيت كوبايتين لوحدهم وسبت ربع كوبايه لوحدها. لو احتجتها ما احتجتهاش خلاص، لان انا مش عارف الدقيق بتاعي هياخد نفس كميه السوائل اللي احنا هنحطها ولا لا. يبقى معايا هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم ذره صغيره من الملح، ومعاهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر مش كبيره. بس كده. ومعايا كمان من السكر بيضتين كبار، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت. مفيش اسهل من كده. يلا بينا نشوف هنطبق ازاي. هجيب عندي هنا في الخلاط، انا هضربه في الخلاط. هنزل عندي الاول بالمواد السائله. هنزل عندي هنا بالزيت كوبايه الا ربع من الزيت، معاها بيضتين كبار، والبيضتين هنا يكونوا كبار مش صغيرين يا جماعه. هنزل بعد كده اهوت عليهم بظرفين من الفانيليا. لو مفيش فانيليا دي وفي السايله حط معلقتين كبار، ما ينفعش من غير الفانيليا. في ناس بتستغنى في معظم الاحيان عن الفانيليا في الوصفات، بس لا، الوصفه دي او البسكوت بتاعنا ده لازم فانيليا فيه. هضرب بقى الكلام ده كله كده عندي في الخلاط، وبعد كده نرجع نشوف مع حضراتكم هنعمله ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما ضربت الخليط بتاعي كله بقى كده في الخلاط. وعايز انوه على حاجه، ان احنا لازم الخليط بتاعنا يكون ناعم جدا. يعني السكر اتاكد تماما من ملمسه، ان هو ما يبقاش عندي ملمس السكر يبقى مخرص كده، لازم يبقى ناعم جدا. تمام. هنزل بقى هنا كده عندي بكميه الدقيق، الكوبايتين الدقيق الاول ومعاهم نص كوبايه النشا مع بعض. مش هنزل دلوقتي خالص بالربع كوبايه دقيق التانية غير لما اشوف الخليط بتاعي هيحتاج ولا لا، وهقلبهم كويس. يبقى احنا هنا حطينا ايه في البوله؟ حطينا كوبايتين من الدقيق، عليهم ذره ملح صغيره جدا، ومعاهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص كوبايه من النشا. عندي هنا في الخلاط بيضتين، معاهم كوبايه الا ربع من الزيت، معاهم كوبايه من السكر، معاهم ظرفين من الفانيليا، وضربتهم كويس جدا لحد ما السكر بتاعي اختفى تماما من الخليط بتاعي. هنزل بقى كده شويه بشويه. شايفين سمك الخليط بتاعنا عامل ازاي؟ هو ده السمك بتاعه. هنزل عندي كده شويه بشويه بالخليط بتاعي، وهبتدي اقلب البسكوت بتاعي ومش هعجن. يعني من الحاجات اللي ما بتتعجنش يا جماعه، احنا بنقلب بنلم العجينه بس، مش هقعد اعجن بقى بايديا والكلام ده، لا. انا بلم بس الدقيق بتاعي بالماده السائله اللي عندي. هقلب عندي كده بالطريقه دي. وعايز اقول لكم ان ده من اسهل انواع البسكوت اللي هتاكلوها في حياتكم، واقتصادي جدا بقى، ولا حطينا زبده ولا حطينا سمنه بلدي ولا الكلام ده كله، وطعمه بيبقى حلو جدا، بيبقى هش جدا ومقرمش جدا. هقلب بقى عندي كده. طبعا هنزل بباقي الخليط بتاعي اللي موجود عندي في الخلاط، وغالبا مش هحتاج لربع كوبايه الدقيق التانيه. هنزل عندي بقى كده بالخليط كله كده بالطريقه دي. هنزل بالخليط ده كله عندي في الخلاط. هو بيبقى خليط مش سايل قوي ولا تقيل قوي. وهنقلب بقى كده البسكوت بتاعنا بالطريقه دي. قلبت، فهحتاج شويه من الدقيق اللي معانا، ولذلك احنا خليناهم على جنب، ما حطيناهمش من البدايه علشان ما يقلقش مثلا هقول ده محتاجه بسكوت قوي، ما محتاجه دقيق قوي ازود لبن فالعجينه تبوظ مني، لا. خليها بره، ولو احتجتها زود، ما احتجتهاش خلاص انا ما خسرتش حاجه.
ما بعجنش، لو تاخدوا بالكم انا مش بعجن، انا بس يا دوبك بلم العجينه بتاعتي. هي يا دوبك 200 وربع من الدقيق يا دوبك جدا عليها، مش محتاجين اكتر من كده. انا عايز عجينه تكون متماسكه، مش لينه قوي، اللي هي يعني مش بتلزق في الايد، وفي نفس الوقت ما تكونش عندي سايله جدا. هو ده كده شكل العجينه بتاعتنا. هسيبها بس ترتاح 10 دقايق، وهجهز الصينيه عندي اللي هخبز فيها وهرجع نشوف هنكوره ازاي او هنشكله ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما خلصنا العجينه بتاعتنا ارتاحت. انا جبت صينيه زي كده اهوت، اي صينيه بقى عندكم ممكن تعملوا فيها، انا اخترت الصينيه دي او فضلت الصينيه دي يعني عشان واسعه. دهنتها بس يا دوبك حاجه بسيطه كده من الزيت ومسحتها بمنديل، مش محتاج اكتر من كده. تمام. طيب هنشكل بقى البسكوت بتاعنا ازاي؟ احنا مش عايزينه يبقى كبير. البسكوت بتاعنا احنا عايزينه تبقى بسكوتات صغيره، لان هي لسه تخش الفرن، واحنا حاطين فيها بيكنج باودر وحاطين فيها بيض، فبالتالي لازم البسكوت بتاعنا تبقى حجمه صغيره عشان لما تيجي تخش الفرن ما تفرش قوي معانا يعني. بصوا يا جماعه، هو ده كده ايه شكل العجينه بتاعتنا وشكل البسكوت بتاعنا. مش بيبقى فيه اي تشققات ولا اي حاجه، بالطريقه دي كده شايفين. هو ده. عايزين بقى ترققوها، ممكن عايزين تخلوها سمكها اتخن شويه، اللي حضراتكم عايزينه. احنا هنحطها عندنا بالطريقه دي، وهنرجع تاني قبل ما ندخلها الفرن او قبل ما نشكلها هنفردها سنه كمان عن كده. هعمل كمان واحده ايه مع حضراتكم او واحدتين عشان برضو نشوف ايه، يعني احنا بنكورها كوره كده في حجم الليمونه الصغيره بالظبط، علشان لما نيجي نبططها او نضغط عليها ما تفرش قوي مننا، لان احنا قلنا ان هي فيها بيكنج باودر وقلنا فيها ان هي بيض. وكمان ناخد بالنا من حاجه واحنا بنرصها، ما نلزقهمش في بعضهم، يعني نخلي مسافه ما بين كل بسكوته والتانيه. شايفين يا جماعه، هو ده شكل العجينه اهي، يعني اتمنى انها تكون واضحه لحضراتكم، ما فيهاش اي تشققات خالص، عجينه ملساء ماسكه قوي ومش طريه جدا ولا بتلزق في ايديا ولا اي حاجه. كمان واحده اهي مع حضراتكم عشان برضو تكونوا شايفينها. يعني هو بسكوت اقتصادي جدا وسهل جدا، ممكن اي حد يعمله. هفصل بقى مع حضراتكم اكمل باقي الكميه بتاعتي ونرجع لكم تاني، خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما خلصت بقى كميه البسكوت بتاعتي. هي الكوبايتين عملوا معايا الكميه دي، الصينيتين دول. طبعا لو احنا عندنا عايزين نزود الكميه هيدينا طبعا كميه اكبر من كده، لو صغرنا كمان وحطيت البسكوت بتاعتنا اصغر من كده هيدينا برده كميه اكبر من كده. طيب هنشكل بقى ازاي؟ انا ضغطت عليهم ضغطه بسيطه كده قبل ما افتح الكاميرا مع حضراتكم. طيب هنشكل بقى ازاي؟ بحاجات سهله وبسيطه وموجوده عندنا في البيت. انا جايب لكم 3 حاجات ممكن نشكل بيهم، يا اما الشوكه يا اما المعلقه يا اما السكين. طب هنشكل بدي او بدي او بدي ازاي؟ هنشكل بكل حاجه بسكوته مع حضراتكم. لو السكينه هاجي عندي كده، عندي البسكوته بتاعتي تكون سكينه فيها سن مشرشر من هنا، هتك عندي كده ادي رابطه 2 3 4 ادي 5، ادي كده شكل معايا اهو، مش عارف ظاهر قدام حضراتكم ولا لا، يعني اهو ده شكله. تمام. طيب لو بالشوكه بالطريقه دي كده، زي البسكوت الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره يعني، وهضغط واحده هنا وواحده هنا، هتديني الشكل ايه ده لو ظهر قدام. لو بالمعلقه هجيب عندي المعلقه بالطريقه دي، وهاخد يعني هغز البسكوت بتاعي بالطريقه دي كده، هديله كام شكل بالطريقه دي كده، يبقى ادي عندنا شكل، ادي 2 ادي 3. ممكن اعمله ادخله الفرن من غير ما اشكله خالص، اللي يرجع لحضراتكم او اللي انتوا تحبوه. ماشي كده، يعني بحاجات سهله وبسيطه وموجوده عندنا في البيت، وهنعمل احلى بسكوت ممكن ناكله. هكمل بقى الصواني بتاعتي بالطريقه دي، وهدخله فرن اكون مسخنه قبل كده على درجه حراره 180 رف اوسط، ومش هولع عليه شوايه. هو الفرن البسكوت بتاعي مش هيحتاج شوايه، يا دوبك بس هياخد لون عندي من تحت. خلاص كده البسكوت بتاعي استوى، يا دوبك بس على مروحه الفرن. هكمل بقى التشكيل بتاعي وادخله وارجع نشوفه بعد ما يطلع مع حضراتكم شكله عامل ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما كده بقى البسكوت بتاعنا طلع عندنا من الفرن. انا سبته بس يهدى يا دوبك يعني بالظبط 5 دقايق. ده شو بيبقى شكله اهو.
تمام كده. اول ما ادى عندي لون من تحت، خلاص استنيت عليه شويه، فتحت المروحه بتاعه الفرن، هو اداني اللون بتاعي اللي انتوا على حضراتكم شايفينه ده من فوق. ده بيبقى شكله اهو من تحت، بيبقى مدي لون الجولد الحلو ده، وبرده من فوق نفس النظام. لو جينا كسرنا واحده مع حضراتكم بيبقى بالظبط بسكوت حلو جدا زي اللي بنجيبه من بره. ينفع جنب شاي، ينفع جنب نسكافيه، ممكن نشربه جنب كوبايه شاي بلبن. هرصه بقى عندي في الطبق دوت وارجع نشوفه بعد ما نرصه شكله عامل ازاي. خليكم معايا. وبكده يا جماعه بقى خلصنا ادي شكل البسكوت بتاعنا. من كوبايتين دقيق، كوبايتين وربع من الدقيق، ونص كوبايه من النشا عملنا الكميه دي. وانا قلت لكم ان انا مكبر حجم البسكوته شويه عفوا. طبعا انتوا لما هتعملوه في البيت ممكن تصغروا عن كده، هيدي معاكم كميه اكبر من كده. عايزين نضاعف المقدار هيدينا كميه طبعا اكتر من كده. اتمنى يا رب النهارده الحلو بتاعنا يكون عجبكم. هستنى بقى تكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم الجميله جربتوها ولا لا، وعجبكم ولا لا. وبرده هستنى منكم تقترحوا علينا اسامي وصفات وجبات او اكلات نعملها سوا مع بعض بطريقه اقتصاديه وسهله. ما تنسوناش بالدعم في الاشتراك في القناه، وتدونا تشتركوا في القناه وتضغطوا علامه اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، مع السلامه.